تخيل ان في دين جديد وانت اول واحد تخشه، هتعمل ايه؟ ازاي قصة يتيم اتحولت لأعظم قصة واكبر دين في تاريخ البشرية؟ النهارده هنتكلم في ملخص السيرة النبوية لابن هشام، سيرة من 4 مجلدات، فمش هعرف اذكرها كلها في فيديو واحد. السيرة مهمة مش عشان خاطر هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، لكن كمان هي علشان حياة عظيمة فيها عبرة ممكن نخرج منها بمعاني مهمة تساعدنا في حياتنا. خلينا نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على النبي. هنبتدي باللي قبل الرسالة. ايه اللي كان بيحصل في مكة قبل البعثة؟ نجيب الكرسي. عبد المطلب بعد حفر بير زمزم ندر انه يذبح واحد من 10 من ابنائه، ومضطر انه يوفي النذر بالقرعه، ووقع الاختيار على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه هينفذ النذر وقف له سادة قريش، مش هينفع لحسن تبقى عاده بعد كده في العرب. راحوا الكاهنه يسالوها ايه العمل؟ قالت افتدوا ب10 ابل، جمال يعني، واعملوا القرعه بينها وبين عبد الله. وفضلوا يكرروا بزياده القرعه 10 لحد ما تقع القرعه على الجمال، ساعتها تبقى دي فديه النذر. عملوا كده فعلا 10 وتقع القرعه على عبد الله، يزودوا 10 في 10 في 10 لحد ما وصلت 100، ساعتها وقعت القرعه على الجمال. ساعتها بيقولوا ان عبد المطلب قرر يتاكد وزود القرعه 3 مرات علشان خاطر يتاكد ان هي وقعت على الجمال، فذبحهم فداء لعبد الله. واتجوز عبد الله آمنة بنت وهب، ومات وآمنة حامل، وولدته يوم 2 في 12 من ربيع الاول من عام الفيل. وقالت لعبد المطلب انها حلمت ليه حلم واتأمرت تسميه محمد. لكن ازاي حياته كانت مليانه بركه من اول يوم؟ خلينا نشوف مع بعض. ودوه المرضعه اسمها حليمة بنت ذؤيب السعدية. بتقول إنها كانت نازلة قريش تشتغل مرضعة، بس كانت جعانة هي وجوزها، والجمل عجوز ما بيدرش لبن حتى يكفي لابنها. وكان كل ما سيدنا محمد يتعرض على مرضعة ويعرفوا إنه يتيم ترك. وده ليه؟ لأنه مش هيبقى ليه أب يبقى سند ووسط، ولا حد هيديه مكافأة مالية زي الأب. لكن سعدية ما لقتش رضيع تاخده، وقالت لجوزها انها هترجع تاخد الرضيع اليتيم، ولما بتاخده وتقعد علشان ترضعه بيرضع، وابنها بيرضع، وجوزها بيخرج للناقه بيلاقيها محمله لبن وبيحلبها. وبيقول لحليمه ان اليتيم ده فيه بركه، والبركه حلت حتى على غنمها وارضها، لدرجه انها بعد 2 سنين زعلت على فراقه. ولما رجعت بيه لوالدته طلبت منها انه تخليه معاها شويه عشان تحفظه من وباء مكه وفسادها، ووافقتها. ما تمرش 4 شهور ويجري اخوه في الرضاعه على امه ويقول لها شفتوا محمد سحبوا 2 لابسين ابيض شقوا صدره وبيطلعوا حاجه من جوه. ولما جريوا علشان يشوفوه لقوه قاعد وبيقول لهم ان فعلا في 2 جم وشقوا صدره ودوروا على حاجه جواه، وخافت لا يكون اتاذى فرجعت بيه لوالدته. طبعا استغربت ازاي دلوقتي عايزاه يرجع بعد ما كانت بتتحايل عليها علشان يفضل شويه. ولما قعدت تضغط عليها عشان تقول لها ليه، قالت لها على الموقف وكانت خايفه لا يكون شيطان اذاه، فقالت لها بالعكس. وقالت لها ان يوم ولادته حلمت ان خرج منها نور نور ارض الشام كلها، وعاش مع والدته آمنة وجده عبد المطلب. ولما تم 6 سنين وهو راجع مع والدته من زياره لاخواله بتموت هي كمان، وبتسيبه لجده عبد المطلب، جده اللي كان مقتنع ان هيكون له شأن كبير، شأن اتحقق دلوقتي، لكن ساعتها كان مجرد احساس يعلمنا الصبر والايمان، خصوصا ان الموت ما اكتفاش بكده، الموت خد حد كمان. مات عبد المطلب والرسول صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين، وراحت كفالته لعمه ابو طالب وبدأ يخرج معاه في تجارته. وفي اول سفرية معاه في التجارة قابله راهب نصراني اسمه بحيري، وكان شاف سحابة بتضلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وعزمهم على الاكل وراقب الغلام ولقى فيه من علامات النبوة، فراح لابو طالب وقال له على اللي شافه، وقال له يحافظ عليه من اليهود اللي لو شافوا اللي انا شفته هيحاولوا يؤذوه. فقرر ابو طالب ما يخرجش بيه تاني للتجاره، ونشأ في مكه بحفظ ربنا من كل فساد فيها، وده خلى ليه صفات محبوبه عند الكل، لدرجه ان هم لقبوه بالصادق الامين. ولما كان في ال14 او ال15 سنه حضر حرب الفجار بين قريش وقيس عيلان، وكان دوره في الحرب حمايه اعمامه من السهام والنبل. ولما وصل 25 سنه اتجوز خديجه بنت خويلد، وهي كانت تاجره غنيه بتطلب من قريش ان هم يتاجروا ليها فلوسها، وطلبت منه ان يخرج بمالها عشان معروف بامانته وصفاته العظيمه، وبعتت ليه غلام اسمه ميسره يخرج معاه. يا ترى شاف ايه من رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم في سفر، شاف من كراماته وسمع من كلام راهب ليه عن ان تصرفاته تصرفات نبي. ميسرة بلغها بكل اللي شافه. كمان اكد على كلام ميسرة ورقة ابن نوفل ابن عمها اللي كان منتظر نبي الامة دي، وخديجة طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتجوزها، وفعلا خطبها واتجوزها، وما اتجوزش عليها حد لحد وفاتها، وخلف منها القاسم وعبد الله، ودول ماتوا قبل الرسالة، وزينب ورقية وام كلثوم وفاطمة عليهم السلام، ودول ادركوا الاسلام. من الانباء اللي حصلت قبل الرسالة ان القبائل اتفقت على هدم الكعبة وبنائها من جديد، ولما وصلوا لحجر الركن اللي هو الحجر الاسود وكانوا هيتحاربوا علشان كل واحد منهم عايز ينول شرف وطنه، وقال اكبرهم نحتكم لاول واحد يدخل عليهم. ومين كان اول واحد دخل عليهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي فرش قماشه على الارض وكل واحد من رؤوس القبائل مسك الطرف، وده علشان ياخدوا كلهم شرف حمله. وصلنا للجزء اللي هيحكي من البعثه للهجره. اولها كانت الدعوه السريه، بدات لما وصل الرسول عند سن ال40، ابتدى يشوف رؤى صادقه كانها بتحصل بشكل حقيقي، وكان لما ينزل وادي يسمع الحجر والشجر بيسلم عليه، وكان بيلتفت حواليه ما بيلاقيش حد، لحد ما جاله سيدنا جبريل في غار حراء في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل جاله وشده وقال له اقرا، رد قال له ماذا اقرا مره واثنين وثلاثه، وبعدها اول ايه من سوره العلق، لو تعرفوها اكتبوها في التعليقات، وقراها، وبيقول انها كانت محفوره في قلبه، وخرج وسمع صوت بيقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل، وبيبص شاف جبريل في السماء، وكل ما يلتفت يشوفه قدامه، ورجع للسيده خديجه وحكى لها وطمنته وبشرته بالنبوه، وامن على كلامها ورقه بن نوفل اللي سمع عنه من خديجه قبل الرساله، وشافه بعد الحادثه دي مره لكنه مات وما حضرش الدعوه للاسلام. وابتدى نزول القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل الاذى من اهله وقومه، وكانت خديجه أول اللي آمن بيه، واتفرضت الصلاة فصلى وتوضى جبريل للرسول في مواقيتها، وأسلم علي بن أبي طالب أول اللي أسلم من الصبيان، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال. وعمل حاجة عظيمة جدا قبل ما أقولك عليها هسألك، لو أنت من أول اللي داخلين دين جديد وفي وقت كل حاجة حواليكم ضده، ايه اللي ممكن تعمله؟ ابو بكر اظهر اسلامه وكان بيتكلم عليه للقريبين اللي واثق منهم، وده ساعد ناس تدخل الاسلام، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وغيرهم، وكان السبب في دخول 6 من ال10 المبشرين بالجنة في الاسلام. ومن هنا دخلنا على الجهر بالدعوة، وده تقريبا بعد 3 سنين من بداية الدعوة. ولما ابتدى يجهر بالإسلام هم ما كانوش بيضايقوه قوي، غير لما ابتدى يهاجم الأصنام في كلامه، ساعتها ابتدى الأذى والهجوم. لكن عمه أبو طالب كان بيقوم بحمايته، لدرجة إن المشركين راحوا له وقالوا له محمد بيفرق بيننا وبيعيب في آلهتنا، فيا تمنعه يا تسلموا لينا. ورجعوا له تاني لما استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكلموا أبو طالب، وكان الرد الشهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفينه؟ قال لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. واستمر أبو طالب في حمايته هو والدعوة، وابتدت القبائل تشوف مين أسلم من أفرادها ويعذبوهم. وجه موسم توافد العرب لمكة، وقعدوا سوا نعمل إيه مع محمد؟ نقول ساحر؟ مش باين عليه. مجنون؟ مش شكل مجانين. اتفقوا إن هم يحذروا كل الجايين إن كلامه فيه سحر بيفرق بين الناس، ومع ذلك انتشرت الدعوة وسط القبائل، خصوصا الأوس والخزرج، وجم وكملوا أذية وتهديد وتشنيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن أبو جهل شتمه في الكعبة. وسمع حمزة بن عبد المطلب باللي حصل، وراح ضرب أبو جهل وأعلن إسلامه، ولأنه فارس وليه سلطة وهيبة ابتدى يحس المشركين إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ليه حماية أكتر. فراح ليه عتبة ابن ربيعة يستميله ويقول له لو أنت عايز الملك خليناك الملك بتاعنا، لو عايز الفلوس هنخليك اغنى واحد فينا، بس بلاش دعوتك دي. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بايات من القران هي بدايات سوره فصلت. يا ترى عارفينها؟ ساعه ما سمعها رجع لقومه وقال لهم سيبوه للي بيعمله، اصل اللي سمعته ده مش سحر ولا دجل، وهيكون ليه شأن كبير، ولو بقى عظيم هتبقوا عظماء في ظهره. وما صدقوش اللي حصل في الراجل، وقالوا انه اكيد سحروا بلسانه، والاسلام يزيد وقريش تحاول تمنع وتعذب كل اللي تقدر عليه. وحسوا بالغيره منه ومش عايزين يصدقوه ومستكبرين. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه اللي مش قادر يمنع الاذى عنهم ان هم يهاجروا الحبش لملك محدش بيتظلم عنده من النصارى. اكتبوا لنا في التعليقات لو عارفين اسمه. وكان اول اللي خرج للهجره الاولى عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع اول 10 للهجره عند الحبشه عند النجاشي، وحسوا اخيرا بالامان. لكن
قريش بعتت 2 من اهلها، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، بعتوا هدايا عظيمه للنجاشي عشان يستردوا المهاجرين من ارضه، فبيجمع بينهم وبين المهاجرين. على راس المهاجرين جعفر بن ابي طالب. سالوا نجاشي ايه الدين الجديد اللي انتوا امنتوا بيه ده؟ فرد عليه قال له احنا كنا قوم جاهليه في مجتمع فاسد وجاهل بيعمل حاجات كتير غلط ومشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بعباده الله وتصليح الفساد ده كله، وان احنا جينا هنا بسبب التضييق علينا منهم. طلب يسمع حاجه من القران فقرأ عليه اول سوره مريم. طبعا لما النجاشي سمع ده بكى وقال ان اللي سمعه ده واللي خرج من لسان سيدنا عيسى من نفس الحاجه، وقال لهم يخرجوا الارض ويقعدوا زي ما هم عايزين، ورفض تسليمهم لحد، وكمان رد الوفد مكه كل هداياهم. في نفس الوقت ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه، وعمر بن الخطاب رايح ليه يقتله بسبب تفريقه لاهل مكه، لكن بيسمع خبر يغضبه اكتر ويغير فكرته. يا ترى ايه الخبر اللي هيخليه يغير طريقه ويقرر قرار خطير؟ القرار بسبب انه بيسمع ان اخته اسلمت، فبيرجع لها وبيتخانق معاها وعاوز يقرا اللي في ايديها، فقرا بعد ما طلبت منه يتطهر عشان ما بيمسكش المصحف غير شخص طاهر، وكانت اول سوره طه، وقرر يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللي قراه علشان يعلن اسلامه. وبتزيد قوه دعوه الاسلام اكتر واكتر، والفرق بين اسلام حمزه وعمر كان 3 ايام بالظبط، وكانت قبل هجره الحبشه. هنكمل السيره واللي حصل من احداثها، لكن هنقف هنا. يمكن الاحداث تكون اعمق واكتر من اللي بحكيه في السيره، وحاولت بس ان نظرتنا تبقى سريعه على الكتاب. نسمع سوا اشهر واهم الاحداث، بدايه من معاناه طفل يتيم وازاي ان وجود اهل داعمين ممكن يصنع منه خير كتير. بنشوف في السيره أثر العيلة على الفرد، وإنك تكون متحوط بالحب قدام كل النار، واللي هتقابلك هتفرق معاك، مش شرط الأب والأم. وانتقال الحب والإيمان ده من العيلة للزوجة كان أهم وأكبر. كمان بداية الدعوة في السر وواحدة واحدة كان مهم، والإن ومع إنك بتحاول تغير للأحسن لكن برضو لازم هتواجه هجوم، فلما تبدأ بخطوات صغيرة هتاخد دعم لفكرتك، ده يخليك تستحمل الهجوم لما تكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قابل هجوم وتعذيب كتير، لكن بالصبر والإيمان والإخلاص قدر يقف ويستحمل. والأهم إنك مهما تعرضت لظلم هتلاقي عدل في طريقك، زي عدل النجاشي اللي ساعد بس في فكرة بس إن اللي مش قادر يستحمل التعذيب عليه أو على أهله لقى مكان آمن يخليه يستمر. وإن العدل ملوش علاقة بإنه يكون مؤمن أو لأ، على قد ما هو شايف الصح. وده بس مش على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بس، ده لأي حد عايز يعمل حاجة شايف انها صح او عنده فكرة مؤمن بيها. لو الفكرة دي انت مخلص ناحيتها ومؤمن بيها هتلاقي هجوم وهتلاقي دعم. دي الدروس المستفادة اللي انا شفتها في حكايتنا لحد دلوقتي. اكتبوا لنا في التعليقات دروس تانية من اللي انتوا شفتوها وسمعتوه، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا على القناة، والاهم حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.